مرحبا بكم في صفحتنا مملكة الحلويات. يلا بينا، نواعم العيد لسه ما خلصتش. النهارده الغريبة، بس بجد هنعمل احلى غريبة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنا معايا 3 كوبايات من السمنة. استخدمي السمنة اللي تريحك، انا استخدمت سمنة بلدي علشان بجد ايه الغريبة غير ان هي سمنة، طعم ريحة بجد من الاخر. 3 كوبايات سمنة درجة حرارة المطبخ. لما معايا يا جماعة كوباية السمنة ما سيبش فيها اي فراغات، اضمن ان السمنه كلها الكوبايه مليانه مليانه على الاخر. تمام تمام. 3 كوبايات من السمنه، 6 كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص من السكر. كل حاجه نتكلم فيها دي لجميع الاستعمالات، او دقيق كعك وبسكوت. بالنسبه للدقيق معلوش اي اضافات. السكر يكون مطحون ناعم جدا جدا. الغريبه يا جماعه حساسه، اي حاجه او اي تكه غلط بتبان فيها، يا تشقق يا اما لونها ما يبقاش حلو من تحت، يا اما الفرن لو علت عليها ما تبقاش مظبوطه، والغريبه بتاعتي تفرش مني. كل الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا، بالذات للغريبه لانها حساسه جدا جدا. 3 كوبايات السمنة تكون يا جماعة السمنة ما تكونش سايحة، السمنة تكون سقعانة طالعة من التلاجة، تهدى أهم حاجة. وأنا بعاير الكوباية بتاعتي ما سيبش أي فراغات في الكوباية. والكوباية اللي أنا عاير بيها الدقيق هي اللي أنا عاير بيها السمنة، هي اللي أنا عاير بيها السكر. ما خلفش بين الكوبايات وعاير، أو الكوباية ديت عاير بيها السمنة، لا كوباية، لا الكوباية تكون واحدة. تمام تمام. بنمشي بالظبط على الطريقة والمقادير عشان تطلع الحاجة معايا بالظبط. بضرب السكر مع السمنة حلو جدا جدا لغاية ما يبقوا كريمي، تقلبتين، وبفصل العجان بتاعي او المضرب علشان وبقلب علشان لو في اي لسه سمنة مركونة في قاع البولة بتاعتي او الطبق بتاعي. بقلب حلو وبدي ضرب تاني، وبعد كده اول ما بيوصل للكريمة البيضة كده ببتدي انزل بالدقيق بتاعي. انا هنا طبعا منزلتش بالدقيق مرة واحدة، نزلت بالدقيق وسبت منه كوباية علشان أضمن إن العجان طال الدقيق كله اللي في قاع البولة. هضرب الكوباية الأخيرة، هعملها معاكم علشان نلم العجينة بتاعتنا حلو، وأوريكم إن إحنا بنلم ما بنعجنش. أي نواعم يا جماعة ما ينفعش فيها عجن علشان ما قويش الجلوتين اللي في الدقيق. تمام تمام. عجينتي لسه ملزقة، ما خدتش الكوباية الستة. لما اجي عاير دي بتاع يا جماعة ماخدش الكوباية هرمية، لا الكوباية باجي في الاخر كده واجيب سكينة او اي حاجة كده تكون مستوية، وبساوي الكوباية بتاعتي من على الوش، يعني الكوباية بتاعتي تكون مسح، ماخدش كوباية الدقيق هرمية. اما بقى لو الناس عاوزة بالميزان، لو انتوا عايزين المقادير فيما بعد بالميزان، انزل لكم المقادير بالميزان، ما تبقاش بالكوباية وتبقى بالميزان. اللي حابب كده يقول، واللي حابب بالميزان برضو يقول، مفيش اي مشكلة. زي بعد ما لميت بقى العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين وحطينا الكوباية الستة، سبت العجينة بتاعتي بتاعت الغريبة ترتاح 10 دقايق وابتديت اشتغل فيها. اهم حاجة نكون مسخنين الفرن بتاعتنا، اهم حاجة ما تكونش الفرن عالية. الغريبة بتحتاج فرن هادية جدا جدا، لان الغريبة لونها ما بيطلعش يا جماعة محمر من تحت، لا الغريبة اللون الذهبي الفاتح جدا. هنشوف بعد ما تطلع الغريبة معايا يبقى لونها ازاي. هنا العجينة بتاعتي بقى زي ما انتوا شايفين لما ببرمها كده ولا بتشقق مني ولا حاجة، اخدت الست كوبايات بالظبط، ولا لزقت ولا اي حاجة. قريبة بتاعتي يا جماعة دي خبرة سنين، مش النهاردة احنا مبتدئين، لا. وبالنسبة كمان للمقادير، مقادير خبرة سنين. زي ما انتوا شايفين كده، اول الغريبة بتاعتي ببرمها وبحطها وبشكلها. زي ما انتوا شايفين الفرن على درجة حرارة واطية. شوفي انتي طبعا، انا هنا اخر درجة، اول درجة حرارة عندي 150. عندي حاجة في الاول في البوتاجاز اسمها ميكس، هي دي اللي انا ظبطت عليها البوتاجاز، وفعلا طلعت الغريبة عليها تمام. غريبة لا شققت ولا بصمت في ايدي. الغريبة علشان تمسكيها بعد ما بتبرد شوية هتبصي تلاقيها ان هي ما بصمتش في ايدك. تمام تمام. لما دخلتها بقى الفرن حبيت اوريه لكم. البوتاجاز بتاعي يكون واطي يا جماعة،
جدًا، درجة حرارة تكون هادية، ما تاخدش درجة حرارة عالية، بتاخد من 12 ل15 دقيقة الغريبة. طالعة زي ما أنتم شايفين كده هنا بعد ما طلعت وبردت، زي ما أنتم شايفين محتفظة بشكلها، علوّها ما فرشتش، ما شققتش، لونها من تحت زي ما أنتم شايفين. بنمشي على الطريقة والمقادير بالضبط علشان تطلع معايا الحاجة مضبوطة. تمام، تمام، دي يا جماعة صفحتي مملكة الحلويات. لو لأول مرة تشوفوني تابعوني، ندوس فولو ولايك وسبسكرايب، نشترك في القناة علشان غيرنا يستفاد، عشان هنلاقي كل جديد كل يوم بعد يوم بننزل فيديو جديد. ولسه مكملين في نواعم العيد، هننزل برضو الكعك بطريقة حرفية. الناس المبتدئة وعاملة اونلاين تتابعنا علشان كل حاجة، كل ما يخص الاونلاين او المشاريع بننزله هنا في القناة. القناة هنا يا جماعة مصداقية، مصداقية، مصداقية. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، وشكرا.